السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير. مرحبا بكم عند اخوكم يونس مسلم. كنشكركم على المتابعه ديالكم، على لي لايك ديالكم. اليوم ان شاء الله باذن الله تعالى وبركاته نقولوا بسم الله ونتوكلوا على الله سبحانه وتعالى. نقدم لكم وصفه واعره بزاف، وصفه باذن الله تعالى وبركاته غادي تحيد لك السموم اللي عندك في الامعاء. يعني الا فايتي مره الله يسر كليتي شي حاجه مسمومه وبقات لك في الامعاء وبقات مأثره عليك بشكل كبير، يعني الصحه ديالك كتحس بها متدهوره عندك الصحه ديالك، يعني كتحس بالفشل بالعيا. ان شاء الله اليوم الوصفه غادي تفيدك باذن الله، باذن الله تعالى وبركاته. المكون الرئيسي ديال الوصفه هو التمر، والتمر كيتعتبر ملك الطعام. يعني هذا التمر هذا سبحان الله العظيم راه كان وصلنا عليه الرسول عليه الصلاه والسلام باش ناكلوا 7 تمرات في الصباح على الريق. علاش؟ هاد 7 تمرات سبحان الله ملي كليتيهم في الصباح على الريق راه كيحيدوا لك، يعني تي الا جاب الله داك النهار كليتي فيه شي حاجه مسمومه، هذاك التمر كيحيد داك السم، كيمتص هذاك السم سبحان الله العظيم. وفي نفس الوقت كيكون لك واحد الهاله زرقاء ما كتبانش بالعين المجرده. هاد الهاله هذيك كتحميك من العين، كتحميك من العين ومن السحر ومن الشياطين ومن كل شيء. هاد الشيء فين كاينه الحكمه ديال التمر. وكانوا الناس بكري شحال هذه اللي ما عندوش التمر في الدار كيتعتبر من الجياع، يعني التمر شي حاجه كبيره خصها تكون في الدار. والوصفه اللي غادي نديرو ان شاء الله اليوم ديال التمر، المكون الرئيسي هو التمر. ثاني حاجه الزعتر، هانتوما كما كتشوفوا زعتر يكون بلدي، يكون مزيان، باش ان شاء الله نحيدوا دوك السموم اللي عندنا في الامعاء. والسموم بصفه عامه كيتجمعوا في الكبد، يعني في الكبده كتجمع هذوك السموم. كاين دابا اللي مسكين مريض كيحس براسو ديما مسخسخ ديما عيان، كيمشي عند الطبيب، تتخرج ليه تحليله مزيانه، كياخذ فيتامينات، مع ذلك الصحه ديالو ماشي هي هذيك، ديما كيحس براسو مدقدق وعيان لانه عنده سموم في الامعاء، عنده السم في الامعاء وعنده السموم في الكبد. اليوم ان شاء الله هاد السموم بهذه الوصفه هذه ما يبقاوش عندك، وغتولي الصحه ديالك بخير وعلى خير وغتشكرني ان شاء الله. ونزيدكم واحد المعلومه اخرى، التمر سبحان الله العظيم الا خدينا مثلا هاد التمره هذه وكان شي واحد الله يسر عضاتو شي عقرب، كما كتعرفوا العقرب راه مسمومه، كناخذوا شويه ديال التمر وكنديروا على الموضع فين تعضيتي او تقرصتي. سبحان الله التمر كيمص السم، يعني ديك البلاصه اللي فيها السم كيمصها بسرعه. سبحانك يا جليل. هذاك الشيء علاش اليوم غنديروا وصفه باش نقيو الامعاء ديالنا ونقيو الكبد ديالنا. الوصفه سهله، غناخذوا شي تمر يكون رطب وغادي نحيدوا ليه العظم ديالو وغادي نشدوه ونمعسوه. المهم انا غادي نمعسوه وغادي نرجع لكم. هانتوما كما كتشوفوا التمر كيخصو يكون رطب باش نحيدوا ليه العظم ديالو وكنشدوه وكنمعسوه، يعني كنبريسيو على هذا الشكل هذا كنعجنوه. دابا المكون الثاني اللي هو الزعتر. الزعتر كلكم كتعرفوه، هانتوما كما كتشوفوا هذا هو المكون الثاني. هذا الدور ديالو سبحان الله العظيم مطهر، يعني غيحيد لك الميكروبات والسموم اللي عندك في الدم وعندك في الامعاء وعندك في الكبد. خطير الزعتر، واعر بزاف، مخير. غادي نقيك وغتولي ان شاء الله، غادي ان شاء الله انت غتحس بالفرق. غتتبع ان شاء الله الوصفه، غتتبع ان شاء الله المده ديال الاسبوع هذه على الاقل، اما نورمالمون خاصك من الاسبوع للفوق، ولكن النتيجه كتبان ان شاء الله من 3 ايام 4 ايام هذوك السموم ما غيبقاوش عندك. هذا الزعتر هذا كنشدوه كنطحنوه حتى يرجع بودره. الا ما عندكش كيفاش دير الطحنو راه ممكن غير تشدو وتحكو ما بين يديك، راه تيكون هو كارم، وديروه هنايا على التمر. الا شديناه وطحناه على هذا الشكل هذا باش نعطيكم مثلا قياس. المهم عندنا هنا رابعه ديال التمر، وغادي نضيفوا ليها، هانتوما عقلوا معايا مزيان، بسم الله. المعلقه الاولى صغيره، ها المعلقه الاولى، وغنزيدوا المعلقه الثانيه، وغنزيدوا المعلقه الثالثه باش تكون الوصفه قويه وسريعه المفعول. 3 المعالق صغار، هذا هو العبار. رابعه ديال التمر و3 المعالق صغار من البودره ديال الزعتر. والزعتر يكون بلدي، شي حاجه يكون مزيان، ماشي شي زعتر يكون قديم عيان بحال هذا، يكون زعتر زوين فيه السبوله ديالو. وطحنوه على هذا الشكل هذا وديروا منه 3 المعالق صغار. غادي نعاودوا نخلطوا هذا الشيء هذا غادي نعاودوا نخلطوه باش ينسجم. انا غنخلط ونرجع لكم. المهم الخوت انا درت الفرشيطه، ولكن الفرشيطه راه ما كتجيش في هذه القضيه هذه. غديروا يديكم، انا خوتي راه بلدي
كيعجبني ندير داكشي بيدي على هذا الشكل هذا. هانتوما كما كتشوفوا التخليطه خاصها تجي على هذا الشكل هذا، وكندبروا على شي قنينه زجاجيه، يعني شي قرعه ديال الزاج، من الاحسن تكون ديال الدجاج. وهذا المكون هذا، هذا الشيء هذا اللي صاوبنا دابا غادي نديروه في القرعه ديال الدجاج. ها انتم كما كتشوفوا الطريقه راه سهله، وصفه راه مخيره. وطريقه الاستعمال ان شاء الله ديال الوصفه هذه، اول حاجه هاد الوصفه هذه غادي ديرها في الثلاجه، من الاحسن ديرها في الثلاجه. وكل صباح غادي تاخذ منها معلقه صغيره على هذا الشكل، غتاخذ منها معلقه صغيره بحال هذا هو القياس، معلقه صغيره على هذا الشكل هذا على الريق. دوز واحد 4 ساعات ولو ساعه، فطر مع راساتك. ومن الاحسن تبع هاد الكميه اللي درنا، تبع حتى تسالي تقريبا. هنا غدوز لك واحد الكنجور، واحد 15 يوم هنايا، وصفه كامله متكامله باش تنقي ان شاء الله الذات ديالك. يعني تنقي ان شاء الله الامعاء، يعني الا عندك شي مشكل في الامعاء، عندك شي مشكل في المعده، عندك شي المهم هادشي اي حاجه متعلقه بالسموم متراكمه عندك في الجهاز الهضمي والامعاء. لان سبحان الله العظيم الامعاء يعني الا كان فيهم شي مشكل، راه كتكون الذات ديالك ديما مسخسخه، ديما مطحطحه، وخاصه الا عندك شي سحر ماكول. وهذه ان شاء الله هي الوصفه اللي غتهنيك. راه واخا دير الاستفراغ، واخا ما عرفت شنو دير، راه الا ما درتي شي حاجه اللي تنقي لك الامعاء ديالك، راك غير تخوي الماء في الرمله. وديما ديروا نية وتوكلوا على الله سبحانه وتعالى. ومن الاحسن تقرا عليه شي شويه القران، دير رقيه شرعيه وقراه، قرا على البركه هذه شويه ديال القران، وقول بسم الله وتوكل على الله. واللي فيه النيه ودار هذه الوصفه هذه والله تصحت ان شاء الله، تولي بخير وعلى خير. غتولي ان شاء الله احسن ملي كنتي في الاول، تولي تنوض في الصباح اون فور. وباش تعرف الذات عندك مسمومه، الا كنتي كتفيق في الصباح وكتصبح عندك الشهيه مسدوده، عرف الذات عندك راه مسمومه، خاصك تنقي الذات ديالك. ولا كنتي ديما كتحس براسك واخا تنعس اللي نعستي، وكتحس براس ديما انت مدقدق، ديما انت مازال باغي تنعس، ديما انت مسخسخ، عرف بان عندك السموم متراكمه في الامعاء وفي الكبد. وان شاء الله هذه الوصفه هذه راه غادي تمص هذاك السموم كاع اللي عندك، وغتولي ان شاء الله بخير وعلى خير. وكاع اللي جرب هذه الوصفه هذه باذن الله ان شاء الله مازال غيعيط ليا وغيشكرني ويقول لي الله يرحم ليك الوالدين. المهم غادي تسمحوا لي غادي ندير واحد الاشهار. المهم الوصفه راه باينه. بالنسبه اللي عنده السكر راه ما يديرش التمر، راه يقدر يدير غير الزعتر بوحدو، يدير مشروب ديال الزعتر يغليه مع الماء، وكل صباح يشرب كاس على الريق، راه كافي العلاج ان شاء الله. المهم بالنسبه للرجال اللي عنده شي مشكل يدخل عندي الواتساب، يعني عندك شي فشل، عندك شي مشكل مع الوليدات ديالك، راه كاينه التركيبه الثنائيه، راه خداهم عندي الحمد لله بزاف ديال الناس، اللي كتكون من مجموعه من الاعشاب ومساج. هذا المساج هذا كيسخن، كيحيد البروده، كيعالج بزاف المشاكل. هاد العشوب حتى هما كينقيو وكيعالجوا بزاف ديال المشاكل، وترجع عاود ان شاء الله. المهم اللي بغى شي حاجه غنخليكم الرقم ديال الواتساب يتكلم معايا. مرحبا الف مرحبا. ويونس مسلم كيشكركم على المتابعه ديالكم، على لايك ديالكم، على بارطاج ديالكم، على كل شيء. كنبغيكم بزاف، شكرا بزاف. مرحبا بكم الف مرحبا. ومازال ان شاء الله مازال كاين المزيد من الوصفات المجانيه، غير الا دعمتوني بلي لايك ديالكم، بلي بارطاج ديالكم، المشاهدات ديالكم، تشجعوني اكثر، غنعطيك اكثر ان شاء الله. يلا مع السلامه.